هنبدأ مع بعض سلسلة هنشوف فيها مشروع كان شغال كويس واتدمر ب10 قرارات غلط، بس للأسف كان شكلهم منطقي. الشركة دي بدأت من أوضة صغيرة، وفي خلال فترة صغيرة بقت بتعمل 2 مليون جنيه مبيعات شهرية. بس بعد سنة واحدة صاحبها كان بيحاول يفهم حاجة واحدة بس: ازاي شركة بتكسب وكبيرة وتفلس؟ واللي حصل ما كانش غلطة واحدة، ده كان 10 غلطات ورا بعض، وللأسف كان شكلهم صح. أهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب البيزنس. في حلقة النهاردة هنشوف مع بعض مشروع كان شغال كويس واتدمر ب10 قرارات غلط، وللأسف كان شكلهم منطقي. وأول قرار كان بيزود المبيعات فعلا. وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا بينا. أول غلطة اللي بتخلي الناس تزود الخسارة بتاعتها وهي فاكرة إنها بتصلحها. وعلشان ما نتوهش من بعض هنقسم الغلطات اللي معانا لأربع أجزاء. وأول جزء هنبدأ بغلطات التشغيل. أول غلطة إنك تزود تسويق وأنت خسران أصلا. براند مكملات غذائية في مصر بيبيع أونلاين وجملة وبيحقق مبيعات كويسة ظاهرية. تعالوا نبص على الأرقام بتاعت الشركة دي. أول حاجة المبيعات الشهرية بتاعت الشركة 400,000، تكلفة المبيعات دي 200,000، مجمل الربح عندي 200,000. لحد هنا شكلها كويس. المصاريف الثابتة بتاعت الراجل ده 180,000، صافي الربح عندي 20,000. لكن الربح عندي 20,000 بس، فده هامش أمان ضعيف جدا. أي هبوط بسيط في المبيعات هيحول المشروع من ربح لخسارة. الإدارة قالت المبيعات ضعيفة شوية، تعالوا نزود التسويق. وده كان الوضع قبل القرار، وده الوضع بعد ما زودنا التسويق. زودنا تسويق ب50,000 جنيه شهريا. المبيعات عندي رفعت فعلا ل500,000، زادت 100,000. تكلفة المبيعات عندي 250,000، يبقى مجمل الربح بتاعي 250,000. أنا عندي المصاريف الثابتة زادت 180,000، زاد عليها 50,000 بتاع التسويق، يبقى بقت 230,000. طيب صافي الربح بعد كل الكلام ده كام؟ أنا مزود تسويق عشان أزود مبيعات وبالتالي أزود ربح. طلع عندي صافي الربح 20,000، ودي كانت الصدمة. وللأسف صاحب الشركة دي ما خدش باله من نقطة مهمة، وهي تكلفة اكتساب العميل. 50,000 اللي صرفهم عشان يجيب العميل جابوا 100,000 بس زيادة في المبيعات. لو اعتبرنا هامش الربح 50%، يبقى الربح من الزيادة اللي هي 100,000 دي المفروض يكونوا 50,000، وهي دي اللي اتصرفت في التسويق. الربحية الحقيقية لكل بيع، كل جنيه مبيعات بيساوي نص جنيه تكلفة، وبعد خصم باقي المصاريف الهامش الحقيقي ضعيف جدا. المعادلة كانت كده: بيبيع أكتر لكن بيكسب نفس الرقم واقف مكانه. معناها كل نمو بيحصل بيغطي تكلفته بس. طيب تعالوا نروح لنقطة مهمة، ودي نقطة خطيرة جدا. لو لا قدر الله المبيعات نزلت 10% بس، تعالوا نشوف الصورة هتبقى عاملة ازاي. المبيعات لو نزلت 10% بس هتقل من 400 ل 360. طيب تكلفة المبيعات 180,000، مجمل الربح 180، والمصاريف الثابتة عندي 180. الربح هيبقى زيرو، مش هيبقى فيه ربح أصلا للمشروع. شايفين بسيناريو واحد بس المشروع حصل فيه إيه؟ صاحب المشروع كان فاكر إنه محتاج عملاء أكتر، لكن الحقيقة هو كان محتاج يكسب أكتر من كل عميل موجود عنده دلوقتي. التسويق في الحالة دي ما كانش حل، للأسف كان بداية الهلاك. أخطر حاجة في البيزنس إنك تزود النار على حلة بتغلي من غير ما تبص جواها. طيب لو أنت مكان صاحب المشروع ده تفكر ازاي ولا هتتصرف ازاي؟ بدل ما تزود تسويق المفروض تعمل 3 حاجات. اول حاجة تزود هامش الربح، يعني ترفع الاسعار من 5 ل 10% او تقلل الهالك بتاعك. تاني حاجة تقلل التكاليف عن طريق اللي انت تشتغل شفتات اقل او تختار مناطق معينة تشتغل عليها. تالت حاجة تركز على المنتجات اللي هامش ربحها اصلا عالي. طيب لو عملت كل ده هيحصل ايه؟ تعالوا مع بعض نفترض ان الهامش زاد 10%. المبيعات عندي 400، طيب وتكلفة المبيعات 180. الهامش لو زاد بس بنسبة 10%، مجمل الربح هيزيد من 200 اللي كانت معانا في الحالة الأصلية ل 220. المصاريف عندي ثابتة 180، صافي الربح بقى 40,000. شايفين بقرار صح من غير استعجال صافي الربح رفع من 20,000 ل 40,000، وكل ده بدون ما يصرف جنيه تسويق. وخليك فاكر انت مش محتاج عملاء اكتر، انت محتاج تكسب اكتر من كل عميل موجود دلوقتي. طيب نستفيد من كده ايه؟ ان التسويق مش حل. التسويق مهم جدا، لو مشروعك صح هيكبروا التسويق، ولو غلط
هيكبر الخسارة للأسف. صاحب المشروع كان فاكر انه بيحل المشكلة، لكن للأسف هو كان بيدفع فلوس علشان يفضل واقف مكانه. وبعد ما الشركة غلطت في الغلطة الأولى وبدأت تعتمد على التسويق عشان تزود المبيعات، بدأت تظهر مشكلة جديدة، المنافسين بيضغطوا في الأسعار والعميل بقى يقارن أكتر ونمو المبيعات بقى أصعب. صاحب المشروع فكر وقال خلينا نقلل السعر شوية علشان نكسب السوق. القرار ده شكله تسويقي لكنه في الحقيقة قرار مالي قاتل، ودي كانت الغلطة التانية اللي وقع فيها صاحب المشروع. تعالوا نبص بصة على المبيعات كانت عاملة ازاي وصافي الربح كان عامل ازاي. المبيعات كانت 500,000 وتكلفة البيع 250,000. مجمل الربح اللي عندي كان 250,000، والمصاريف بعد غلطة التسويق الثابتة 230,000. صافي الربح 20,000. الوضع الحقيقي الشركة بتكسب 20,000 بس. أي غلطة بسيطة هتحول الشركة من ربح لخسارة. الهامش زي ما احنا شايفين ضعيف جدا، وكان قرارهم هنا بسبب ضغط المنافسة تقليل السعر 20% علشان يزودوا المبيعات، والمبيعات فعلا زادت. بس تعالوا مع بعض نشوف الصورة الجديدة بعد ما المبيعات زادت. بعد القرار المبيعات زادت بقت 600,000، رفعت معايا 100,000. تكلفة البيع 300,000، مجمل الربح عندي 300,000، والمصاريف الثابتة 230,000. صافي الربح بقى 70,000. شايفين صافي الربح زاد من 20,000 ل 70,000. زي ما احنا شايفين كده الارقام شكلها حلو، بس في النقطة دي هيبدأ التحليل الحقيقي. اول حاجة انت ما زودتش الربح، انت غيرت هيكل اللعبة. قبل القرار الربح قليل لكن ثابت ومستمر. بعد القرار الربح اعلى لكن هاش. قبل الخصم زي ما احنا شايفين المبيعات 500,000 وتكلفة البيع 250,000، يعني التكلفة 50%. تعالوا نشوف بعد الخصم الوضع عامل ازاي. وبعد الخصم الربح برضو 50%. بس في نقطة مهمة هنا، انت اصلا قللت السعر بنسبة 20%، يعني كل عملية بيع بقت اقل قيمة في تغطية المصاريف الثابتة. قبل القرار 230,000 مصاريف ثابتة على 50%، الربح بتاعي يبقى انا محتاج 460,000 مبيعات عشان اوصل لنقطة التعادل. بعد القرار 230,000 برضه على نفس النسبة. بس في نقطة هنا، انت سعرك قليل، لازم تبيع اكتر علشان تغطي نفس التكلفة. يعني انت محتاج تبيع اكتر علشان توصل نفس الربح القديم. بس تعالى هنا نبص على الخطر الحقيقي اللي مش باين. لو المبيعات نزلت 10% بس، ال 600,000 دول هيوصلوا ل 540، وتكلفة المنتج ب 270. مجمل الربح هيبقى 270، بس صافي الربح هيبقى 40,000، يعني هينزل من 70,000 ل 40,000. يعني زي ما احنا شايفين الربح اللي كان 70,000 نزل فجأة ل 40,000، وده بسبب هزة بسيطة بس. صاحب المشروع هنا افتكر ان المشكلة ان الناس مش بتشتري، لكن الحقيقة ان كل عملية بيع بقت اقل ربحية. طيب تعالوا نشوف مع بعض صاحب المشروع ده غلط في ايه بالقرار ده. اول حاجة هو خلط بين الطلب والسعر. افتكر ان المشكلة ان الناس مش بتشتري، لكن الحقيقة ان كل عملية بيع بقت اقل ربحية. تاني حاجة قتل القيمة تدريجيا. العميل اتعود على سعر اقل والمنتج فقد موقعه في السوق، ولو فكر يرجع في السعر القديم بقى من رابع المستحيلات. تالت حاجة ضغط الكاش. بالرغم من زيادة المبيعات هامش الربح بقى اقل لكل عملية بيع، ونفس المصاريف الثابتة ونفس الضغط التشغيلي كمان. والنتيجة ايه؟ الشغل زاد لكن الراحة قلت. وهنا نوصل لنقطة مهمة مش بتظهر في الارقام، ان العميل بقى شايف المنتج ارخص والمنافسين بدأوا ينزلوا سعرهم هم كمان. يعني بدأت حرب اسعار. انت مش بس خفضت سعرك، انت فتحت حرب سعرية ضد نفسك. طب لو انت مكانه بدل ما تخفض السعر تعمل ايه يا ترى؟ تعالوا مع بعض نشوف. اول حاجة انت ممكن تعمل عرض اللي انت تبيع الاتنين منتج مثلا بسعر مخفض شوية عن كل قطعة لوحدها. تاني حاجة ترفع القيمة بدل السعر. ممكن كمان تضيف منتج مجاني صغير، او تحسن التغليف، او تضيف محتوى طبي قوي. ثالث حاجة ممكن تعملها تحسين صفحة البيع، تحسين الثقة وتجربة العميل. تعالوا مع بعض نشوف سيناريو تاني. لو ما خفضش السعر، لو باع بنفس السعر المبيعات هتكون 520، نفس السعر ونفس الهامش 50%. مجمل الربح هيبقى عندي 260,000، صافي الربح
30,000. صغير عن ال70,000، لكن في نقطة مهمة هنا، ده أكتر استقرار من ال70,000 بكتير. خلي بالك أنت مش بتنافس بالسعر، أنت بتنافس على الربح. أخطر قرار في البيزنس إنك تقلل السعر من غير ما تكون فاهم انت بتعمل ايه. هو كان فاكر انه بيكسب السوق، لكن هو في الحقيقة كان بيكسب مبيعات وبيخسر السوق. ونستفيد ايه من غلطات الجزء الاول؟ ان لو قرارك في التسعير غلط، اي نمو بعد كده هيكون ضدك. لو عندك فرع اول فتحته وشغال ومش بيغطي مصاريفه وفي ضغط عليه في الكاش دايما، ساعتها هتفكر ازاي؟ هتتوسع ولا هتشوف المشاكل اللي موجودة في الفرع الاول وتحلها؟ وده سؤال حلقتنا النهاردة، هستنى اجابتك في التعليقات.